عملية بناء العادة بيتم تقسيمها لأربع مراحل بسيطة، واللي هي الإشارة والتوق والاستجابة والمكافأة. وكل العادات اللي بنكونها في حياتنا بتمر بالمراحل الأربعة دي بالترتيب، فيلا بينا نتعرف على كل جزء منها بالتفصيل. أولا الإشارة، ودي اللي بتنبه دماغك عشان يبدأ سلوك معين، وهي عبارة عن معلومة تتنبأ بمكافأة معينة. فمثلا أسلافنا في عصور ما قبل التاريخ كانوا بيتنبهوا للإشارة اللي بتتنبأ بمواقع المكافآت الأساسية زي الطعام والماء والجنس. وإحنا حاليا بنقضي أغلب أوقاتنا في إدراك الإشارات اللي بتتنبأ بالمكافآت السنوية، زي إننا إزاي نوصل للمال والشهرة والسلطة والمكانة والتقدير والتقبل والحب والصداقة لحد الإحساس بالرضا الشخصي. وتنبؤنا عند الإشارة لكل المكافآت اللي ذكرتها بيعتبر مسعى من المساعي اللي بتحسن بشكل غير مباشر من فرص بقائنا وتناسلنا، وده بيعتبر المحفز الأعمق الكامن ورا كل حاجة بنعملها. وبما ان الاشاره هي المؤشر الاول اللي بيوضح لنا اقترابنا من المكافآت، فبالتالي من الطبيعي ان الاشاره بتؤدي بينا للتوق، اللي هو الخطوه الثانيه اللي بتقابلنا واحنا بنكون العاده الجديده، واللي هي عباره عن القوه التحفيزيه اللي بتكمن خلف كل عاده بنقوم بيها. لانه من غير مستوى معين من التحفيز او الرغبه واللي هي التوق مش هيكون عندنا سبب لفعل شيء معين. ومثال على ده، انت لا تتوق او تميل او ترغب لتدخين سيجاره، وانما تتوق او ترغب في الشعور بالارتياح اللي بتقدمه السيجاره. او انك ما بتشعرش بالتحفيز من فعل غسيل اسنانك بالفرشه، ولكنك بتشعر بالتحفيز رغبه منك في الحصول على فم نظيف. او انك ما بتحسش بالتحفيز لتشغيل التلفزيون الا انك عايز تحظى بالترفيه نتيجة لتشغيلك التلفزيون. وعلى فكرة التوق بيختلف من شخص للتاني، لأن إشارة معينة واللي بتبدأ دايما بيها العادة مش شرط إنها تحفزني زي ما حفزتك، أو مش شرط إنها تحفزك زي ما حفزتني، لأن أفكارنا ومشاعرنا وانفعالاتنا هي اللي بتحول الإشارة لتوق. والمرحلة الثالثة من مراحل تكوين العادة هي مرحلة الاستجابة، واللي هي بتمثل العادة الفعلية اللي بتقوم بيها، واللي ممكن إنها تاخد صورة فكرة أو فعل معين. والاستجابة دي بتعتمد على مقدار تحفيزك ومقدار التوتر المرتبط بالسلوك، لانه لو تطلب فعل معين قدر معين من الجهد البدني او العقلي اكبر من اللي انت مستعد انك تبذله، وقتها مش هتقوم بيه، لان العاده ما بتتكونش الا اذا كنت قادر على القيام بيها. ولما تبقى وانت في طريقك لتكوين عاده بدات من الاشاره للتوق للاستجابه، وفي النهايه توصل للمكافاه واللي هي المقصد النهائي لكل عاده، لان الاشاره بتكون معنيه بانها تخليك شايف المكافاه، والتوق بيكون معني برغبتك في الحصول على المكافاه، والاستجابه بتكون معنيه بمحاوله الحصول على المكافأة. وخلينا أقول لك إننا بنسعى للمكافآت لأنها بتخدم غرضين، الأول إنها بتشبعنا، والثانية إنها بتعلمنا.